لو متخانق مع مراتك ومزعلها، اياك تعرفها الاربع قصص اللي هقولك عليهم. قبل ما الستات يبقى ليهم حق الطلاق كان عندهم حاجة تانية، السم. في إيطاليا في القرن ال17 جوليا توفانا اخترعت حاجة اسمها أكوا توفانا، سم ملوش طعم ولا ريحة، متغلف على شكل كريم وش، وكانت بتبيعه لستات محبوسين في جوازات مؤذية. أكتر من 600 راجل ماتوا قبل ما الكنيسة تكتشف الموضوع. اللوكال براند كانت بتغطي بيه نشاطها، كانت عاملة لوريال للقتل. بابا أنوشكا، لا مش أبو الفنانة أنوشكا، هي فعلا اسمها بابا أنوشكا من صربيا، عاشت 100 سنة وهي بتدير محل سموم في قرية صغيرة، وكانت بتبيع جرعات الحب، بس في الحقيقة كانت بتبيع زرنيخ وأعشاب سامة. فضلت سنين تساعد الستات يخرجوا من جوازات سامة حرفيا. لاكوستا من بلاد الغال، أول قاتلة بالسم مسجلة في تاريخ روما، ما كانتش بتساعد الستات ولكنها اتدربت على فنون السموم واتأجرت من الإمبراطور نيرون عشان يخلص من أعدائه. اتطورت في شغلها لدرجة إنها فتحت أكاديمية السم، وفي الآخر اتعدمت لأن واضح إن روما ما كانتش بتحب الستات الجامدة المفترية. وفي المجر في العشرينات صانعة الملائكة بقيادة داية اسمها سوزانا استخدموا سم الذباب زرنيخ عشان ينهوا حياة أزواج عنيفين. مئات الرجالة ماتوا، وبعدها الرجالة بقوا ألطف بكتير، وتقريبا كده الرجالة المفروض ما يشتكوش من معدلات الطلاق، لان على الاقل انت لسه عايش. انت بقى شايف ان هم كانوا ابطال وبيحاولوا ينقذوا نفسهم ولا مجرمين؟